سلام، اليوم جبتكم هاد الخبيزات اللي تحتاجوهم بزاف في رمضان، وكذلك كنت تحبوا ديروهم كعشاء ولا غداء. وتقطع كمية كبيرة جدا جدا جدا. انا راني دارت كيلو، خرج لي بزاف حبات. ديجا هادو الحبات درتهم بزاف كبار وخرجوا لي 17 حبة. يسمى كون تصغروا الكمية وتخبيوها في الكونجلاتور راح تجيكم واحد الكمية كبيرة جدا، حوالي ممكن توصل حتى 30 خبزة. وتخلط يعني تكثروا المكونات. انا درتها كعشاء. وإليكم المكونات: الفارينة خدت بهذه الفارينة هذه تاع سوسمي، خدت لي كيلو كامل كما راكم تشوفوا. ملعقة ملح، ملعقة سكر، ملعقة ممسوحة فارينة، عذرا ماشي فارينة، خميرة الخبز، وربع مغرف زيت، كاس حليب كامل، كاس حليب، والكأس الثاني ماء راني نجمع به. العجينة هذه راهي ديما تديري يعني كيلو، ديما تديري 3 سوائل، تديري 2 كؤوس، يعني كاس حليب واحد وكاس ماء. راني درت الكمية كاملة حطيتها. انا بعد ما لميتها راح نعجنها حوالي 5 دقائق. شوفوا كيفاش ولات، وليت نخليها تزيد تريح تتولي خير وخير. الحشوة راني درت حشوة خفيفة برك، يعني تحبوا تقدروا ديروا اي حشوة راح تصلح لها كلش، يعني الحاجة اللي عندكم ديروا لها. ومليحة تانيك بزاف بزاف في رمضان، يعني كنت توجدوها دوكا وتطيبوها وتخبيوها لرمضان. وفي رمضان يعني تبدوهم تخلوهم غير يديكونجلاو برك، يعني خليهم برا في بحال الغرفة راهم يديكونجلاو وخدموا بهم عادي جدا. شوفونا الخبزات قد ما هي جرني كبار، انا حبيت نديرهم كبار يعني باش يعني كل واحد، يعني كل فرد في العائلة يدي خبزة واحدة وما يزيدش بعد. هنايا في طريقة الطهو تاع راهي بزاف سهلة، يعني راح حطي وبداي قلبي حتى يبداو يديروا في البنابل هادوك. انا يعني من تقليبه الدوزيام بدا يتنفخ. شوفوا كيف يتنفخ ويجي من داخل خفاره، خلاص ما فيش لاجين لا والو، ما يقهمش، وتاكل قد ما تاكلي منه ما تشبعش. الى وصفه اخرى، باي باي.